انا بجيب هنا كميه من الكنافه، ده هنا عندي 2 كيلو. بجيبها واجمدها في الفريزر، وبعد ما بتجمد خالص بطلعها وابتدي ان انا افركها بايدي كده، يعني اخليها زي البودره بحيث تبقى معايا بالشكل ده كده. بجيب كميه من السمنه وافضل اقلبها بيها لحد ما السمنه تغطيها كلها، وبعدين احطها في اكياس واشيلها. بتبقى كل كيسه على حسب على قد الصينيه اللي احنا بنعمل فيها. انا عندي هنا اهو كميه انا عاملاها ومجهزاها، علشان لو هعمل كنافه او كده مش كل شويه اجيب واقعد اجمدها وبعدين اكسرها وادهنها بالسمنه وكده، تبقى عندي جاهزه كميه حلوه. بالنسبه للمقادير، عندنا الكنافه زي ما قلت لكم، وعندنا هنا سمنه عشان ندهن الصينيه، وعندنا كميه من القشطه. والقشطه دي احنا عملناها لكم في حلقه قبل كده سابقه ازاي نعملها ونخزنها بكميات كبيره. عندنا بقى الطريقه، هنجيب الصينيه اللي هنعمل فيها، هندهنها بس سمنه كده، وطبعا العسل اللي هنسقي بيه الكنافه احنا برضه عملناه لكم في حلقه قبل كده. ندهن كده هنحط طبقه من الكنافه هنا في الصينيه، بس مش طبقه تخينه قوي يعني، هنفرد طبقه كده منها. زي ما انتم شايفين الكنافه كده بقت معايا زي البودره. بالشكل ده. مش هنعمل طبقه تخينه قوي يعني، احنا هنعمل طبقه كده وسط، علشان لسه في هنحط قشطه وكمان هنحط طبقه تانية من الكنافه. بس المهم ان احنا نبقى مغطيين القاعده بتاعت الصينيه كلها. نضغط بس كده ضغطه خفيفه بايدينا عشان نسويها. طبعا الكنافه دي مدهونه سمنه، انا جبتها وده عملتها بالسمنه بعد ما جمدتها في الفريزر زي ما قلت لحضراتكم في اول الحلقه. بالشكل ده كده. هنجيب بقى القشطه اللي احنا عاملينها وهنحطها، بس ما نخليش القشطه تبقى على الحروف، هنحطها في النص بالشكل ده كده. كفايه كده. وهنغطيها بقى بطبقه تانية من الكنافه، بس الطبقه دي مش هنضغط قوي عشان القشطه ما تخرجش بره. كده بالشكل ده كده. لازم نبقى مغطيين الصينيه كلها بحيث ان ما يبقاش فيه قشطه باينه عشان ما تتحرقش مننا في الفرن. في ناس بتجيب لون وتحطه على الكنافه. لو بتحبي انتي الطريقه دي اللي هي بيبقى لونها يعني برتقاني شويه كده ممكن تعمليها، بس انا عن نفسي ما بعملهاش لان الحاجه يعني بطبيعتها بتبقى افضل. نتاكد ان احنا بس غطينا كل الحتت العريانه، مفيش قشطه باينه خالص. هنضغط بس ضغطه خفيفه كده عشان نسوي الصينيه. طبعا دي اول ما بتطلع من الفرن بنزيها بالشربات وما تتقطعش خالص، لازم تبرد خالص تماما، سواء بره في درجه الحراره العاديه بتاعه الغرفه او في التلاجة. نسويها كده بالشكل ده اهي. دي هتدخل الفرن على الرف الاوسط على درجه حراره متوسطه، انا عندي المتوسط هنا 180، لحد ما نلاقي الوش ده يبقى ذهبي. اول ما يبقى الوش ذهبي هنطلعها ونزيها بالشربات. انا هدخلها الفرن ولما اطلعها اوريكم تبقى عامله ايه. الكنافه بالقشطه اول ما طلعت من الفرن هنزيها بالشربات اللي احنا عاملينه، والشربات ده يكون بارد كده. طبعا دي من رابع المستحيلات انها تتقطع وهي كده، دي لازم تبرد خالص في التلاجة.
هي هتشرب كل الشربات ده. نسقيها بالشكل ده كده، والحروف كمان بتاعتها الحواف. اتاكد ان احنا مغطينها كلها بالشربات كده. هي بتشربه اهي، معنى ان هي تشربه دليل ان كده الكنافه نجحت معاكي. اهو كده الكنافه انا زقتها بالشربات. طبعا دي ما تتقطعش دلوقتي، هتتساب في التلاجة، وفي اليوم التاني بعد ما تكون بردت تماما هطلعها واقطعها وافرقها تبقى عامله ازاي. ودي هنا هي الكنافه ام قشطه بعد ما بردت، هقطعها بس اقطع منها حته افرقها من جوه عامله ازاي. بالشكل ده كده اهي من جوه كده بقت عامله بالشكل ده وتتقدم. والف هنا وشفا. اتمنى تكون حلقه النهارده عجبتكم، واشوفكم ان شاء الله بكره.